صباح الخير. في البداية أحب أعرفكم عن نفسي. في الفيديو ده أنا مش هاجي أقول لك أنا رسام ولا أنا فنان تشكيلي، أنا هوريكم شغلي وأنتوا احكموا بنفسكم. علشان لما أجي أقول على نفسي أنا رسام أو فنان تشكيلي محدش يقول لي يا عم اتواضع شوية. أنا عندي 29 سنة، قدامي 5 شهور بالظبط وأكمل 30. هخلع بس الجاكيت عشان اتحريت وعشان ما ألهلكوش دراما برضه. في الوقت ده من عمري اشتغلت فيه في حدود 4 شغلانات 5 شغلانات بالكتير. أول شغلانة اتعلمتها وكنت بحبها وكنت باخد فيها فلوس مساعد رسام مع واحد صاحبي. وتاني شغلانة اشتغلتها وهي في ورشة نجارة، اشتغلت برضه فيها في حدود 3 شهور، وهنا ظهرت لي أكبر مشكلة بسببها كان لازم أسيب الشغل، وهي اللي كان عندي حساسية من الأتربة، ما كنتش بعرف أتنفس، لأن كل ما هشتغل أكتر كل ما هتعب أكتر. رغم ان انا كنت مبسوط من الشغل بس كان لازم اسيبه. انا كنت مبسوط من الشغل لان كان صاحب الشغل كان بيعاملني بالظبط زي ابنه، مش واحد بيشتغل معاه. وتالت شغلانه اشتغلتها وهي في شركه اسمها شركه المرسم، اشتغلت برضه فيها 3 شهور، وكنا بنطلع تابلوهات زي دي وبندي فيها ورش لتعليم الرسم. اشتغلت فيها 3 شهور وسبتها، وبعد كده رجعت ليها تاني اشتغلت فيها 5 شهور، ويا ريت ما رجعت لان اتنصب عليا في ال5 شهور اللي انا اشتغلتهم. ومن اجل الامانه انا مش هاجي اقول لك نصب، لان في الفتره دي كانت فتره كورونا، وطبيعي ان الشركات يا اما هتقفل وتفلس وتمشي الموظفين يا اما هتقفل برضه يعني. فانا قلت مش مشكله واعود على ربنا. وهنا في نهايه الفيديو حابب اسيب لك حاجتين مهمين، وهي اول حاجه انت هتفهمها من الكلام اللي انا قلته، وتاني حاجه انا اقولها لك وهي انك تحط رجلك يا صاحبي في الطريق، لان حتى لو في بدايه الطريق بدايته صعب اتاكد 100% ان نهايه الطريق اخرته عظيمه. هنا جيت عند نهايه الفيديو. لو انت حابب ان انت تسمع مني حكاوي زي كده كتير قول لي كمل يا كوكو، لان لسه عندي تاني كتير. ومع السلامه.